تخيل معايا ملك مصري قديم مشهور بلقب مش موجود غير عنده، فرعون الفضة. ليه؟ لأن كل حاجة تخصه، تاجه، حلي، أدواته، وحتى تماثيله الصغيرة كانت معمولة بالفضة النقية. سنوسرت الأول واحد من أعظم ملوك الدولة الوسطى. الراجل ده كان شايف إن الذهب معدن عادي جدا بالنسبة للملوك، هو عايز حاجة أندر وأغلى، وساعتها كانت الفضة أندر من الذهب بكتير. الغريب إنهم لقوا قناع ليه مصنوع من فضة مطرقة بدقة مستحيلة على زمنه، الحدود مصقولة والنقوش دقيقة لدرجة إن العلماء قالوا ده شغل أقرب لللايزر من الصناعة اليدوية. وفوق ده كله لقوا تمثال ليه مطعم بالفضة من الرأس للقدم، والتمثال واقف بثبات